صباح الخير. وبعد طول انتظار أنا جاية أقول لكم إن أنا ظبطت نوم للنظام اللي أنا كان نفسي فيه بقالي كتير، وكنت بعمله يوم وبقى يوم لأ أكسل. بس أنا مرضتش أعمل الفيديو ده غير لما قعدت كذا يوم غصب على النظام ده يعني، وقدرت أطبقه كذا يوم عشان ما يبقاش شكلي وحش اللي هو أنا أعمل فيديو وبعدها كل حاجة ترجع زي ما كانت يعني. النظام اللي أنا كان نفسي فيه إنه أنا أنام بدري واصحى الساعة، يعني اصحى وقت الفجر. الحقيقة ان انا بقيت بصحى قبل الفجر بشوية صغيرين، يعني بجمع نفسي وافتكر انا مين وافوق وكده لحد ما الفجر يأذن واقوم اصلي، وبعد كده بقى حياتي بتبدأ. فانا بقالي كذا يوم بعمل كده. احنا دلوقتي الساعة 4:46، يا دوب الفجر أذن بيأذن 4:03 تقريبا. يا دوب صليت و... وقلت اجي اقول لكم ان انا صحيت علشان أوثق اللحظة دي يعني. عايزة أتكلم معاكم في أسباب صراحة أنا ما عدتهمش، اللي هو ليه لازم نصحى بدري، وصحيان بدري بيفرق في إيه في جسمنا وفي يومنا وفي حاجات كتير. بس أنا لسه مش قادرة أتكلم معاكم دلوقتي. والحقيقة إن أنا عندي حاجات كتير أوي النهاردة. فقررت أخدكم معايا في يومي لحد ما أفوق وأبقى تمام وآكل وأشرب شاي عشان مبحبش القهوة. مع إن في اللحظات دي بابقى حاسة إن أنا نفسي أشرب قهوة، بس أنا أكتر واحدة بشعة ممكن تعمل قهوة في العالم. وبقى يعني إيه بعملها وما بشربهاش بس. ولو حد عملها لي بشربها، اللي هو ببقى جاية على نفسي أوي وأنا بشربها، مش عارفة ليه بعمل كده. فهي كوباية شاي بالقرنفل أو بالنعناع بتظبط لي دماغي جدا. أنا دلوقتي محتاجة أفطر وأشرب شاي وأبدأ في المهام بتاعتي. ولما أفوق وأخلص حاجتي وكده وعلى بالليل هكمل لكم بقية الفيديو. أنا كده كده هاخدكم معايا في اليوم، يعني ده إجباري، مش هاخد رأيكم في الموضوع ده. هتكلم معاكم بقى باستفاضة الصحيان بدري بيفرق في إيه وليه لازم نصحى بدري من الفيديو الآخر. بعمل حاجة قررت أشاركها معاكم، كنت قلت لكم إن أنا بقرأ في الكتاب ده. فأنا بعمل إيه بقى؟ كل يوم بعد الفجر بقلب فيه بطريقة عشوائية إن أنا يطلع لي رسالة النهاردة. عايزة أوريكم. أنا كنت بادئة من أول الشهر، كان في عقد عباسية. دي مثلا كانت يوم 3/7. فأنا كده كل يوم اللي هو من بداية الشهر اللي هو بقعد أفر فيه بطريقة عشوائية، والآية اللي بتطلع لي بتفسيرها بعتبرها رسالة النهاردة. قلت أخدكم معايا في رسالة النهاردة. صفحة قاسية في كتاب أيامك قد تكون مجرد تمهيد لأجمل صفحات حياتك، فأحسن الظن بالله. الحقيقة إنه في وقت زي ده بحب وأنا بشرب الشاي أسمع بودكاست، أكل حاجة حلوة جنبه يعني. فأنا جايبة تودو. تودو مش مقاطعة، المفروض إديتا شركة مصرية، مش عارفة ليه الناس بتختلف عن الموضوع ده، بس إن شاء الله ما يطلعش مقاطعة. المهم إن أنا بحب في الوقت زي ده أسمع بودكاست، بس أنا حاسة إن أنا لسه دماغي مقفلة، مش عارفة أستوعب حاجة، فقررت أتفرج على حاجة بتضحكني وبحبها، وهو برعي. المفروض إن أنا أروق أوضتي عشان محتاجة جد فظيع على كل حاجة. والمفروض عندي كذا محاضرة كورسات يعني باخدها وكده. فبقالي حبة، الساعة 6 دلوقتي أو 6 ونص. قاعدة بفكر أبدأ بإيه الأول. فلما لقيت نفسي محضرة قوي قررت إن أنا آخد كتاب وأطلع أقعد على السطح شوية، أشوف الشمس وأقعد في الجو عشان الجو لذيذ، وبعدين أبقى أنزل أبدأ. عايزة أقول لكم على حاجة مهمة قوي. مش معنى إن اليوم بدأ بشكل كويس إنه
لازم نجيب شكل كويس. مش معنى ان انا مثلا في يوم عملت كل الحاجات اللي انا متارجته ان انا اعملها في اليوم، فاليوم اللي بعده ان انا اعمل كل حاجة. آه الايام مش زي بعضها، واليوم حاله مش ثابت. يعني انا بادئه اليوم كويس، انا مش عارفة ايه اللي هيحصل بعد كده، مش عارفة الحق اخلص الحاجات فعلا اللي انا عايزة اعملها ولا لأ. فخليكوا متصالحين مع فكرة انه اليوم مش دايما بيمشي زي ما احنا عايزين، وان الايام كلها مش شكل بعضها. بوينت مهم. قرأت حبة حلوين بصراحة، كان حلو قوي الكتاب ده أصلا. أنا لسه مخلصتوش، بس كل فترة برجع لأجزاء معينة كده، بحس إن أنا محتاجة حد يقولها لي. أبقى أكلمكوا عن حوار الكتب ده في وقت تاني يعني. وقعدت أتأمل شوية وأفكر شوية. بصراحة الجو لذيذ، فيه نسمة هوا قد كده، والشمس طلعت. الساعة دلوقتي 7:30، فقررت أنزل آخد الكورس، أخلصه، وبعد كده أبدأ في ترويج. خليكم معايا. دلوقتي هبدأ المحاضرة ساعة ونص، وعلى ما أعمل التاسك وأبعته ممكن ياخد مني ساعتين تقريبا، وبعدها أروق الأوضة. استنوني أخلص التاسك وابدا اضغط بالبراش تول في اي مكان، مثلا كليك شمال فترسم الدايره اللي موجوده معايا باللون اللي انا اقدر اختار لون تاني مختلف واروح راسم دايره تانيه مختلفه بالشكل. يبقى دلوقتي لو رجعت وقفت على اداه الموف، وطبعا لازم اقف على اداه الموف علشان احرك الدايره. أنا خلصت التاسك وبعته، والساعة دلوقتي 12. ده الساعة دلوقتي 12، بس عشان الصراحة اتمرقعت كتير وقعدت مع أهلي هنا شوية، وكان في حاجات واقفة قدامي، فقعدت شوية على ما اكتشفت ايه الغلط اللي أنا كنت بعمله. بس خلصته، والظهر لسه مأذنش، محتاجة آكل حاجة، وبعدين هبدأ في ترويق الأوضة. هل هاخد قيلولة في نص اليوم؟ مش عارفة، أنا مبعرفش أعمل كده، بس أنا عايزة أنام. بس مظنش، يعني هحاول أتمسك. وصلنا للجزء المهم في الفيديو، والصراحة إن بقية الفيديو ده متصورش في نفس اليوم، لأسباب كتير الصراحة. أهمها إن أنا كنت اليوم ده وبقية الأيام، يعني لأن في فرق توقيت رهيب بين نص الفيديو الأولاني والنص التاني، بس ما علينا. كنت بصحى بدري قوي، بصحى من الفجر حرفيا، وكنت يعني باجي على بعد المغرب أو قبل المغرب ببقى خلاص فصلت، مش قادرة أتكلم أصلا. كنت بتماسك إن أنا ألحق أصلي العشاء وأنام، وكنت ساعات بنام وأرجع أصحى تاني. ف... فاليوم ده اللي كنت مقررة إن أنا أصور بالليل، حسيت أصلا إن أنا مش قادرة أتكلم. في كل يوم أقول أصور بكرة أصور بكرة. فبعد ما كنت بخلص مهام اليوم ومأجلة بقى التصوير آخر حاجة بالليل، مكنتش بقدر خالص. حتى كذا كذا يوم قررت إن أنا أصحى أصور بدري، بس كنت بصحى على ما بفطر وأصلي وأعمل شوية حاجات، فبرضه ما كنتش ببقى عارفة أصور الصبح. بس مش مش هيأثر في حاجة، وهنقول اللي احنا عايزين نقوله، وهننزل الفيديو ولا كأن حاجة حصلت ولا كأنك خدت بالك. كمل الفيديو الآخر. ليه الصحيان بدري مهم؟ أبشع حاجة ممكن ترتكبها في حق نفسك هو السهر. 90% من حالات الإدمان والاكتئاب
والتفكير الزائد، وإن أنت ما تعرفش تتعامل مع مشاكلك وتهندل أيامك وتظبط نفسيتك، حرفيا سببها السهر. على العكس تماما النوم بدري، واللي هو أصلا سنة عن الرسول. النوم بدري بينظم حياتك كلها. في مراحل النوم انت عقلك بيعيد تفكير وتخزين المعلومات المهمة، وبيتخلص من التوترات العاطفية والأفكار الزايدة. كل ده بقى ما بيحصلش معاك بسبب السهر. انت أصلا نايم عكس الوقت الطبيعي للنوم. ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني انت متخيل انت بتعمل حاجة كأنك بتتحدى الفطرة اللي ربنا فطر الكون عليها. والرسول قال لنا لجسمك عليك حق. لو انت عايز جسمك ياخد حقه وعايز تنظم حياتك، اظبط نومك. الكلام اللي فات ده كان بصفة عامة. أكلمكم بقى عن تجربتي الخاصة مع النوم والصحيان بدري. أنا من وأنا صغيرة ما بحبش الصحيان بدري، أو مش ما بحبش، أنا نفسي أصحى بدري بس فعلا ما كنتش ببقى قادرة. ودايما كنت ببقى عايزة أخلص حاجتي كلها بالليل وأنام بالنهار. وحرفيا طول عمري نفسي أظبط نومي ونفسي أصحى من بدري، وحاولت أعمل كده كتير. وكنت يوم 10 لأ، أسبوع شهور لأ، لحد ما دخلت في تحدي مع نفسي. وانتوا مش متخيلين الموضوع فرق ازاي، يعني بجد نقلة تانية، حرفيا نقلة تانية. أنا للأسف نظام حياتي بسبب الكلية وبسبب المشاريع والشغل والحاجات دي ما بنامش، يعتبر ما بنامش. مش هقول بقى بنام بالنهار واصحى بالليل. أنا حرفيا ممكن طول السنة هم 3 ساعات اللي بنامهم يوميا، وأيام بفضل مطبقة. فباجي في الأجازة، أنا عايزة أقول لكم قبل ما أظبط نومي أنا فضلت حوالي أسبوع كده بنام فوق ال 15 ساعة حرفيا. اللي هو خلاص بقى أنا خلصت امتحانات وقلت هاخد أسبوع أنام فيه، أريح نفسي، أعمل كل حاجة. بعد كده بقى أبدأ أفوق لنفسي وأتمرن. آه، فبسبب إن أنا نومي بايظ في الدراسة، فكان غصب عني بيفضل بايظ في الأجازة. بس قررت إن أنا لأ، مش هسيب نفسي كده الأجازة دي. وعلشان أظبط نومي فضلت مطبقة يوم ويبوظ وارجع اطبق تاني. فضلت احاول حرفيا لحد ما بقيت اللي هو انا خلاص الفجر بيأذن، انا تلقائي يعني والله انا لو نايمه قبلها بساعتين انا هصحى الفجر. فيعني هقول لكم على حاجه، ابدأوها كده، انه انتوا حطوا ميعاد معين، مش لازم بدري قوي كده. في الاول الساعه مثلا ابدأها بالساعه 8 9، ما تبدأهاش من بدري قوي. والله انت لو نايم الساعة 8 بالليل هتصحى 8 الصبح، نايم الساعة 4 الفجر هتصحى 8 الصبح، نايم الساعة 7 الصبح هتصحى 8 الصبح. ف يعني خدوها واحدة واحدة، وهتبدأ تظبط معاك، وخلاص جسمك هيبدأ خلاص يعني اللي هو بتيجي بالتعود، فاهمين؟ فأنا من الأول مش اللي هو ظبطت نومي في يوم وليلة، واللي هو لا أنا هصحى الصبح أفضل صاحي لحد بالليل. لأ، كنت في أيام باطبّق وأقول خلاص هافضل مطبّقة عشان أضبط نومي، وكنت باجي مثلًا على الضهر خلاص مش قادرة أكمّل، فبانام، فالنوم بيرجع يبوظ. فضلت كتير أوي كده لحد ما خلاص بقى يعني أنا هافضل ماسكة نفسي مش هانام، علشان أنا داخلة في تحدي مع نفسي إن أنا هاضبط نومي، عشان أنا عندي حاجات كتير عايزة أعملها، عايزة أبدأ يومي من بدري. فأول نقطة إحنا هنعملها إن إحنا نبدأ نضبط مواعيد نومنا. زي ما قُلت لكم، في طرق كتير إن أنت تطبّق إن أنت تنام عدد ساعات قليلة. و وأنا ضد القيلولة اللي بتاخد اللي بتتاخد في نُص اليوم، علشان أنا ما عنديش حاجة اسمها أنام ساعة ساعتين. أنا أنام ال8 ساعات بتوعي، ال15 ساعة بتوعي، بس أنا ما انامش في نُص اليوم. بالنسبة لي بيبقى النوم متعب جدًا، باحس إن أنا لو نمت مش هاعرف أصحى، إن أنا لو نمت مش هاعرف أنام تاني بالليل. فأنا ما باعرفش آخد قيلولة، بس أنتم ممكن تاخدوها. يعني لو أنتم اللي هو من الناس اللي بتنام ساعة وتقوم عادي وبتقوم فايقة ودماغها مش مصدعة، هيبقى حلو علشانكم إن أنتم لو صاحيين من بدري تبقوا محتاجين تفصلوا. فدي أول حاجة أنا عملتها والمفروض إن أنتم تعملوها. خلوني بقى أتكلم معاكم بصفة خاصة الحاجات اللي أنا استفدتها، أو الحاجات اللي فرقت معايا جدا لما ظبطت نومي وبقيت بنام بدري وبصحى بدري. أول حاجة جسمي حرفيا، أنا قعدت كتير وما كنتش عارفة إنه ده بسبب النوم.
او بسبب ان انا نومي مش متظبط. انا كنت بصحى من النوم جسمي متكسر حرفيا، ما كنتش ببقى عارفه ارفع ايدي كده مع السرير. وقلت بقى نقص فيتامينات ومش عارف ايه. هو ده وارد، بس انا اول ما ظبطت نومي وبصحى بدري وبنام بدري حرفيا ببقى قايمه نشيطه جدا، والله العظيم مش كلام وخلاص. بس فعلا ببقى قايمه نشيطه وجسمي مش واجعني وقادره اقوم واعمل واجي. ف... فدي حاجه انا ما كنتش عارفه استوعبها من كتر ما انا فعلا كان جسمي بيبقى وجعني قوي مش عارفه اصحى. وازاي الموضوع اتقلب 180 درجه لما صحيت بدري. مفيش اي وجع، مفيش اي حاجه، مفيش اي صداع. آه، وده اللي الرسول وصّانا بيه، إن أنت جسمك ليه حق عندك، فالمفروض تضبط نومك علشان جسمك يعرف ياخد حقه. الحاجة التانية اللي بجد فرقت أوي هي إن اليوم بيبقى فيه بركة مش طبيعية، والله العظيم بجد. يعني أنا لمّا كنت بابدأ اليوم من الفجر، أنا كان مثلًا لو عندي تاسكات كتير جدًا، جدًا في اليوم ومشاوير وحاجات، أنا ممكن كان الضوء يبقى بيأذن وأنا مخلصة 3/4 الحاجة. اليوم بيبقى طويل معاك، وساعات النهار دي انت بجد بتقدر تنجز بطريقة مثمرة جدا. فبتيجي على نص اليوم بتحس انت خلصت كل حاجة خلاص، فبتبدأ تاخد مهام تانية. فانت تأكد ان انت لو صحيت من بدري وعندك مليون حاجة، صدقني هتخلص المليون حاجة وزيادة عليهم. لان بجد اليوم بيبقى فيه بركة كبيرة جدا، واليوم بيبقى كبير جدا، بتقدر تستغل اليوم بشكل مش طبيعي، بتعرف تعمل كل حاجة. حاجة بقى من الحاجات اللي فرقت معايا أنا قوي قوي، أنا بني آدمة بتفكر كتير وبتخلق سيناريوهات كتير مش موجودة. وأغلب الوقت الحاجات دي طبعا بتحصل بالليل قبل ما أنام. خصوصا بقى إن أنا إيه، لو أنا مثلا بنام بالنهار وبصحى بالليل، فأنا معايا وقت كبير جدا إن أنا أخلق فيه سيناريوهات تقضي مثلا 6 7 مسلسلات. فأنا لما شقلبت حياتي وبقيت مظبوطة بقى وبنام بالليل وبصحى بالنهار، أنا كان بيجي وقت الليل ده أنا اوريدي أصلا ببقى خلاص، يعني من المغرب ببدأ دماغي تفصل. فأنا لما بدخل السرير أنا ما عنديش قدرة وما عنديش طاقة إن أنا أفكر في حاجة. حرفيا لو في حاجة قد كده أنا مش هقدر أفكر فيها وبنام. ودي كانت حاجة مستحيل تحصل معايا إن أنا أروح في النوم على طول. أنا ما باحسش أصلًا باروح في النوم إزاي، أنا ما بالحقش. أنا مسافة ما كنت باغمض عينيّا كنت باروح في النوم. وده بيحصل بإن أنا صاحية بدري، طول اليوم عندي تاسكات، عندي حاجات باعملها، ما عنديش وقت إن أنا أفكر في حاجة. باجي بالليل خلاص أنا مش عايزة حاجة غير إن أنا أنام. فدي كانت بالنسبة لي أكتر حاجة مفيدة حصلت، يعني بسبب تغيير النوم أو بسبب إن أنا أضبط الموضوع ده. فدي كانت أكتر حاجة فرقت معايا والصراحة خلّياني مبسوطة. مش عايزة أطوّل عليكم عشان حاسة إن كده الفيديو طوّل أوي. بس فعلًا عايزة أقول لكم إنه قد إيه أنا نفسيتي اختلفت تمامًا، وإنتاجيتي في اليوم أو في التاسكات أو حتى قعدتي مع أهلي وإن أنا أقابل صحابي وأخرج. كل حاجة فرقت، نفسيتي اتضبطت كتير، مزاجي بقى أحسن، ما بقيتش بافكر بشكل سلبي. كل حاجة حرفيًا بتتقلب 180 درجة لما تبدأ تضبط نومك. عايزين حياتكم تتظبط، اضبطوا نومكم. بجد دي أهم أول حاجة المفروض تعملوها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا. كان نفسي أتكلم أكتر بس الفيديو طول قوي. ولو عايزين أتكلم في حاجة تانية ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات تحت.